11/11/2011 التاريخ اللي العالم كله كان مهووس بيه، في اللي اختاره يبقى تاريخ لجوازه، وفي اللي استنى الساعه تيجي 11 بالدقيقه عشان لو اتمنى امنيه هتتحقق في وقتها. وفي عز ما كان شوارع الوطن العربي كله بتغلي باحداث ما بعد الثوره، كنا على موعد مع قنبله فنيه بتتحضر في السر، في عمل فني بيجمع عد معايا: تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، كاظم الساهر، صابر الرباعي، سعاد ماسي، لطيفه، مروان خوري، وغيرهم كتير جدا، لما اتجمعوا كلهم عشان يقدموا لنا تحفه فنيه اسمها اوبريت بكره. سنة 90 نزلت أغنية لطفل اسمه تيفن كيمبل، الأغنية دي كان عنوانها تومورو. عايزك تعرف إن الأغنية دي كسرت الدنيا كلها وتحولت لنشيد يدعو للأمل ضرب العالم كله. بس يا معلم، يعني احنا كده سارقين الفكرة. مش بالظبط، ركز كده معايا معلش مع الفنان ده. ايوه هو ده كوينسي جونز، العراب والمنتج الاسطوري اللي صنع امجاد مايكل جاكسون من بداياته لما كان لسه صغير ولحد ما بقى سوبر ستار وملك متوج على عرش البوب في العالم. I thank Quincy Jones and greatest producer to me. ونجوم تانية كتير جدا انت بالتاكيد عارفهم. طب الحاج ده اللي جابه عندنا يعني جاي قلب قرشين ولا ايه؟ بل بالعكس والله، كوينسي كان عنده حلم قديم انه يبني جسر يربط ما بين الشرق والغرب، وبالتعاون مع المنتج الاماراتي بدر جعفر قرروا يصنعوا نسخة عربية من الاغنية الاجنبية، واي دولار هيطلع من المشروع ده هيروح لتعليم الفنون والموسيقى لاطفالنا في الوطن العربي. عظمه قوي. بس ثانيه، في سؤال مهم قوي كده محتاجين نساله: هو ازاي تحول اغنيه انجليزي لعمل عربي بين قوسين عالمي؟ يعني هو الموضوع برضو مش سلق بيض ولا بالسهوله اللي انت فاكرها دي. لا والله انا نفسي اتجوز واحده تخينه. عشان تعمل نسخه احترافيه تسمع العالم كله لازم نقعد نظبط 3 حاجات: الكلمات لازم تكون سهله بتلمس القلب وبتتفهم من محيط الخليج، ومش بس كده لازم تبقى مفهومه للعالم كله لما يتم ترجمتها. تاني حاجة اللحن، وده بقى التحدي المرعب. يعني انت ازاي تركب كلام عربي على لحن غربي وفي نفس الوقت تحافظ على شياكة السجع الغربي؟ مش مهمة سهلة خد بالك، خصوصا لو انت عايز تحافظ على المعنى. تالت حاجة التوزيع، احنا متفقين ان التوزيع كده كده موجود واحنا بس يعني هنعيد توزيعه، ولكن لازم برضو انك تديله من الروح الشرقية عشان المستمع العربي ما يحسش انه متغرب. وهنا بيظهر الجندي المجهول الموزع العالمي من اصل مغربي رضوان، الراجل اللي صنع هيتات مع ليدي جاجا وجينيفر لويز، وده اللي خلاه يوصل التوزيع من كده ليه كده. You gotta cook the cake. طب جميل قوي لحد هنا، يعني في حاجه ضخمه بقى انت نسيتها، ايه بس؟ الغنى. The biggest concern that I had, and I didn't necessarily share with everybody, having no artist. عايزك تعرف ان كل اللي فات ده كان كوم، وتسجيل الاغنيه ده لوحده كوم تاني خالص. انت متخيل يعني ايه تجمع 24 ميجا ستار من 16 دوله عربيه في تراك واحد؟ في العادي اي نجم بحجم كاظم او شيرين او صابر او تامر حسني عنده الايجو او الانا زي ما بيقولوا، انا النجم وانا اللي افتح الاغنيه، هتقول لي بكره وبعده. ولكن في اغنيه بكره الكل ركن الايجو بتاعه. كل مطربين العرب اشتركوا فيه من غير اي مقابل، مفيش دافع غير الحب، لان الهدف كان اكبر بكتير من تسجيل الاغنيه. التسجيل بدا التسجيل في المغرب على هامش مهرجان موازين، وده من اضخم المهرجانات الموسيقيه اللي بتتعمل على مستوى العالم كله، فكان فرصه كويسه جدا اننا نجمع النجوم دول مع بعض، ومن ثم نستكمل التسجيل في استوديوهات الدوحه. عارف والله انك تعبت مني، بس ندخل بقى اخيرا على اللي انا جايبك عشانه: مزيكا. كل ثانية بتعدي في الأوبريت ده كانت ماستر كلاس في المزيكا. انت بتستمتع بالجمل وهي بتتبصى بكل سلاسة بين حناجر النخبة، حرفيا منتخب العرب في المزيكا. صابر الرباعي، شنو تقول لو محينا الظلمة بيصبح لطيفة، باللون الكون أغني سعاد ماسي، صوت الخير شمس الأيام، ومروان خوري، صوبي جاي يودينا مهما بكرة يكون، كاظم الساهر، أولادك يا بلاد، وحتى الشاب نصيف زيتون اللي كان لسه واخد لقب ستار اكاديمي قبلها بسنة، يعتبر يعني أول خطوة في كاريره، كان حاضر بطلته الجميلة. من كل عرق ومن كل جن صحي ضميرك يا، والأول مرة من سنين الأوبريت يجمع من تاني تامر وشيرين. مينا جناح الهوى بكرة نكون أحلى، حزن نقدر بإيدينا نغيرها وتتحول، ونوصل بقى للمفاجأة الأكبر والحدث العالمي. النجم العالمي ايكون بيخش يغني المقطع الإنجليزي من الأغنية الأصلية ويربط الأغنيتين ببعض ويحسسنا بميكس العالمية.
وطبعا بما اننا جبنا سيره العالميه ما ينفعش ننسى شاكيرا اللي عملت فيديو دعايه للمشروع وادتنا احلى كلمه شكرا في الدنيا. أمي شكرا. عشان نبقى ادينا المستمع العربي كل اللي هو عايزه. وعشان تتاكد ان ده مش مجرد فيديو كليب او اغنيه نزلت على القنوات كده وخلاص، ان الاوبريت ده اتعمل له ويب سايت باسمه بيعرفك تحديدا كل دولار اتجمع في المشروع ده راح فين بالظبط، ومتاح فيه لحد دلوقتي انك تشتري نسختك من الاغنيه او تحملها بشكل قانوني عشان لو حابب تشارك بالتبرع. واخيرا الفيلم الوثائقي اللي اتعرض في مهرجان دبي 2014، الفيلم بيوثق الرحله كامله من ايام ما كانت لسه فكره لحد تاثيرها الحقيقي على الارض. وبعد كل ده فاظن انك فهمت ان دي ما كانتش مجرد اغنيه، دي كانت بروفا ليوم كلنا كعرب بنحلم بيه، يوم نتجمع فيه برغم اختلافاتنا والواننا ودياناتنا ولهجتنا. أصحابي الحلوين أحمد وعيسى وموسى واطفال العالم كله خدت السلام دول. اتمنى انك تحكي لي ذكرياتك مع الاوبريت ده في الكومنتات، ولو لسه ما سمعتوش فانت بتهزر الصراحه، انت فايتك كتير قوي، روح اسمعه دلوقتي. وطبعا وانت راجع ما ترجعش بايدك فاضيه، لايك بقى، شير، كومنت، الحاجات الحلوه دي. اشوفك بكره، سلام.